السلام عليكم متابعين سناب محايل، وحياكم الله وأسعد الله مساءكم بكل خير. بدعوة كريمة من الأخوان في حلويات سعد الدين، طلبونا اليوم نجي نغطي افتتاح محلهم الجديد في محايل عسير، فخلونا ندخل سوا ونشوف المحل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، ما تشوفوه ما شاء الله تبارك الله، بدأ المحل خلاص في العمل. ما شاء الله تبارك الله، تشوفون الشباب هنا ما شاء الله تبارك الله يستقبلون الزوار هنا بالحلويات عند الباب. الله يعطيكم العافية. تسلم. نبدأ نعرفكم على أقسام المحل. هذا أول قسم اللي هو قسم هدايا المواليد. ما شاء الله تبارك الله، وهذا القسم يعرضون فيه الحلويات المخصصة للزيارات العائلية الصغيرة. وهذا القسم يا متابعينا الكرام للمكسرات. ما شاء الله تبارك الله، متنوعة جدا. متابعينا الكرام بيتي فور مالح. وهذه هنا علب مكسرات مشكلة تغليف فاخر. وأيضا عندهم بعد القهوة التركية. متابعينا الكرام القهوة العربية، تشوفون هنا هذه القهوة العربية، وأيضا قهوة تركية في معلبات أكبر. وأيضا تواجد عندهم في المحل الآيس كريم بأكثر من نكهة مثل ما تلاحظون. هنا متابعينا الكرام قسم المعجنات، وأيضا ورق العنب والكرواسون. هنا تلاحظون البيتي فور بكذا شكل. ما شاء الله تبارك الله. هنا التشيز كيك وقطع أيضا من الكيك بأشكال كثيرة جدا. نماذج من التارت الفواكه ما شاء الله. وهنا كيك الفراولة. وهنا يا متابعينا الكرام أنواع الكيك بأشكال كثيرة جدا وجميلة. وأيضا في قسم المخبوزات يوجد غريبة سادة، عيون المها، هنا سمبوسة محلاه، وهنا جيمات. وأيضا بلح الشام المعمول بر وأبيض. ما شاء الله تبارك الله. وأيضا بالمكسرات. وهذا هو قسم البقلاوة. الآن نجي للصحون المخصصة للزواجات والمناسبات. ما شاء الله عندهم تشكيلة واسعة جدا.
هنا بعد الكثير من النماذج على المحل كامل ما شاء الله تبارك الله. وهذه نماذج إضافية بعد تشوفونها هنا. علب خاصة لإهداء الأطفال على نماذج باصات وسيارات أيضا. معنا الآن الأستاذ موسى عسيري مسؤول الفروع في المنطقة الجنوبية لحلويات سعد الدين. حياك الله معنا على سناب محايل. مرحبا ألف بسناب محايل ومتابعين سناب محايل، باسمي وباسم حلويات سعد الدين نرحب فيه ومنورنا. ندعوكم لحضور الافتتاح التجريبي لفرعنا في محايل عسير بعد إشارة الضرس، والله يحييكم مرة ثانية ومرحبا ألف. متابعينا الكرام، هذا طريق أبها بعد إشارة الضرس الداخل على محايل يوجد مجمع محايل بلازا موجود المحل فيه. طبعا متابعينا الكرام انصحكم بزيارة المحل، ما شاء الله تبارك الله المحل متنوع جدا وفيه اشياء جميلة جدا، بالفعل كان محايل في حاجته. متابعينا الكرام حاب اشكر الاستاذ موسى عسيري والاستاذ وليد مكاوي على حسن الاستقبال على دعوتهم الكريمة، شكرا لكم.